بسم الله الرحمن الرحيم. تخسيس، تنحيف ناحية الجسم، كله عايز يخس والله العظيم يا جماعة. كوباية شاي ومعلقة من المعالق دي قادرة يعني انت تخسي 10 كيلو في اسبوع ان شاء الله. بس واظبة عليها وان شاء الله هتبقى الكوباية الفيصل. يعني الكوباية دي خديها بعد الغدا ان شاء الله وحطي فقط عليها المعلقة دي. هتبقى قادرة ان هي تخسسك من 7 ل10 كيلو بإذن الله ان شاء الله. بس مع المداومة يا جماعة كلنا بنشرب شاي، بس نشربه بالمعلقة دي. طبعا انا هنا ازاي احط كوباية شاي او اعمل كوباية شاي دي كلكم عارفينها. كل اللي انا هعمله انا حطيت معلقة الشاي اللي انا بعملها، وكوباية الشاي اللي انا بشربها يوميا بعد الغدا اللي بحبس بيها. فقط بعد ما ادوب الشاي كده. بس بصوا يا جماعة الفرق هنا ان انا كوباية الشاي بحط لها سكر. كوباية الشاي اللي انا هعملها دي عشان تخسي بيها ما تحط لهاش لا سكر ولا ان شاء الله حتى سكر دايت ولا اي حاجه، ما تحط لهاش سكر. ممنوع انك انت تحطي سكر عشان تبقى فعاله وتنجح في تخسيسك بالكميه المظبوطه واللي انت ان شاء الله عايزاه. هتكون كوبايه شاي فعاله جدا ان شاء الله. بصوا يا جماعه، طيب ايه المعلقه اللي انا احطها لها؟ معلش عشان الفيديو بس انا مظهره المعلقه بيضه، لكن انا هنا هضيف لها معلقه خل صغيره، خل ابيض، ملعقه صغيره من الخل الابيض. الملعقه دي ابدا ما هتضرش اي حد يا جماعه، لا اللي عنده سكر ولا اللي عنده ضغط ولا اي حاجه. حتى لو سالت الطبيب ملعقه الخل دي مش هتضر ابدا. بس ليها فعاليه ان شاء الله، فعاليه جميله جدا في التخسيس. كمان انت ممكن ما تستخدميش الخل الابيض، ممكن تستخدمي خل التفاح، وخل التفاح ده مفيد جدا وصحي جدا كمان. بهذه الطريقة يا جماعة ان شاء الله تخسي من 7 ل10 كيلو في الاسبوع. بس واظبة على الموضوع ده. كوباية الشاي دي هتشربوها بعد الغدا مع شرب كمية وافرة من المية ان شاء الله عشان تبقى ليها فاعلية وتجيب نتيجة معاكي حلوة خالص. بإذن الله هتجربوا الفكرة دي كلكم بتشربوا شاي، فانت مش هتقومي تعملي وصفة ولا حاجة. الوصفة جاهزة هتعمليها كل يوم بعد الغدا. انت بتعملي كوباية الشاي بس اشربيها من غير سكر، وهتكون فعاليتها ان شاء الله بإذن الله مفيدة جدا وصحية جدا، وهتخلصك من كمية الدهون المتحجرة اللي عندكم بإذن الله. الشاي دي ولا هتحتاري ولا تقولي ازاي اخس بسرعة، ولا ازاي اخس بدون رجيم، ولا ازاي اخس في اسبوع، ولا ازاي اخس 10 كيلو في اسبوع. كل الاسئلة دي هتخلصك منها كوباية الشاي دي ان شاء الله باذن الله. الفيديو يكون عجبكم، ولو اول مرة تدخلوا على القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك. فقط استخدمي هذا الكوب للتخلص من اي دهون، وان شاء الله هيكون الفيصل. وفي لو تابعوا معايا الفيديو يا جماعة وتابعوا معايا القناة، واتمنى ان لو اول مرة تدخلوا على القناة هتلاقوا كل جديد ومفيد ان شاء الله على قناتنا. وبالتوفيق واترككم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي دمتم في حفظ الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.